عايزه احكي لكم عن موقف ما اعرفش ده يتصنف ايه، مش عايزه اقول عنصريه، بس في حاجه غريبه في البلد في الجو. يعني انا حاسه ان الموضوع، انا مش عارفه يعني هل ده حظي مثلا وحش بوقع يعني بقع في الناس دي، ولا الموضوع فعلا بقى كتير والناس دول بقوا موجودين بالشخصيه دي بعدم التقبل ده. فايه اللي حصل؟ اللي حصل انا ماشيه في الشارع، ولا بيا ولا عليا، انا وجوزي، ولا بينا ولا علينا ما اتكلمناش مع حد، ماشيين، فواحد الماني فاتح كبوت العربيه وبيطلع حاجات من شنطه العربيه وبيحط في الشارع. بيحط فين بقى في الشارع؟ مش بيحطهم على جنب. الحاجات اللي مطلعها من العربيه حاجات كبيره زي عربيه اطفال ومش عارفه ايه وكراتين وحاجات كده، وحاططهم في نص الشارع. فلو انت ماشي ومعاك اي حاجه انت مش هتعرف تعدي، الشارع مقفول، هو قافل الشارع تماما، والشارع صغير. يعني لو حطيت كرتونه فيه هو خلاص اتقفل، يعني الشارع في هنا زي الشوارع دي كده. ف احنا معديين، فهو شافنا جايين فشال الكرتونه بتاعته والحاجات بتاعته، بس شالهم على مضض، اللي هو ايه يعني شايلهم كده، اللي هو ايه يعني انتوا بتنكدوا يعني انتوا بتقلقوني ليه وانا بعمل حاجاتي، حاجه زي كده. المهم يعني احنا عدينا ما بصيناهوش اصلا، يعني عدينا وخلاص، الشارع وسع تمام. فبعد ما مشينا يسيبنا بقى نعدي كده براحتنا؟ لا، ازاي بقى؟ فراح جاي قال لنا بت، اللي هو يعني ايه، اللي هو العفو، اللي هو بيتريق علينا ان احنا ما شكرناهوش ان هو وسع علينا الشارع وعدينا. فجوزي قال له انت قافل الشارع، يعني انت المفروض تعتذر لنا اصلا، مش احنا عشان وقفتنا وعطلتنا، مش احنا اللي نعتذر يعني. اهو انت فين؟ يعني انت عايش في انهي كوكب؟ يعني دماغك دي فيها ايه؟ فراح جاي رد علينا رد مش كويس، اللي هو الادب فيما معناه، يعني الادب فضلوه عن العلم وحاجات زي كده. ف احنا اتكلمنا معاه شويه، يعني شدينا معاه شويه، بس بيتهيألي في موقف زي ده الافضل انك ما تتكلمش، لان طالما واحد نارسيسست كده في الشارع يعني ودماغه مش مظبوطه، طبيعي ان انت تتجاهله ومش تتكلم معاه. فاحنا قلنا له ادب ايه يعني؟ هل انت يعني ده ادب اللي انت بتعمله معانا؟ فراح جاي يعني عمل حركه مش كويسه بايده وشتم. فاحنا يعني رد فعل ما عملناش اي حاجه بصراحه، خدنا بعضنا ومشينا، لان حسينا الراجل ده مش طبيعي، الراجل ده ممكن يكون فعلا بيعاني من مشكله منتلي، ولا هو تعبان نفسيا ولا ايه بالظبط. فالجدال مع حد زي ده ممكن يأذيك بجد. في ناس هنا كتير مضره ان انت تتكلم معاها، ومؤذيه حتى لنفسها، مش يعني مش بس لغيرها. ف فده موقف انا مش عارف يعني، هو انا بجد مش فاهمه، الناس دي بقت كتير جدا، انا تقريبا كل ما بنزل بيحصل حاجه بتضايقني او بشوف حاجه مش طبيعيه يعني هو قافل الشارع ومش عايز يعدينا، وعشان وسع لنا الشارع مستنيين ان احنا نشكره ونبوس ايده يعني مثلا. انا مش عارفه بصراحه يعني. يعني الطبيعي في مصر لو حد معدي وحد قافل الشارع عليه هيشيل حاجه يقول له معلش لا مؤاخذه مش قصدي مش عارفه ايه بتاع اتفضل كده يعني. لكن هنا في ما اعرفش بصراحه، مش عايزه طبعا، مش بعمم يا جماعه، مش بعمم، بس دي ناس انا بقابلها كل يوم، انا عايشه هنا وبشوف الناس دي، ومواقف كتير جدا 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 تانية لسه ما حكيتهاش هنقول كل حاجه، بس في حاجه غلط يعني، حته التوليرانس او حته تقبل حد تاني، او حته ان انا اسامح او اعدي، او ان انا حتى يعني حتى لو هو يعني احنا ما قلنالهوش شكرا، يعني نقول له شكرا على ايه؟ انا مش فاهمه بجد، انا مش عارفه والله، انا تعبت اصلا من الحاجات دي. الواحد كل يوم بيصحى زي فايتنج، زي بيعافر معاهم عشان يقدر يكمل هنا ويعيش هنا، وهو محافظ على اخلاقه ومحافظ على ادبه ومحافظ على شخصيته. بس الموضوع ستراجل يعني بجد، جهاد يعني بتجاهد نفسك عشان تفضل زي ما انت، وعشان تعرف تتعامل مع الناس بالشكل ده، وعشان تتعامل مع الناس اللي هي بتضايقك بالشكل ده، وما تفقدش يعني ثقتك في كل الناس، وتعامل بقى الناس كلها وحش عشان كلهم او تعمم بقى ان الحاجه الوحشه اللي بتحصل دي بتحصل من كل الناس. لا، هي مش بتحصل من كل الناس، وانا مش بعمم، انا الحمد لله في الحته دي دماغي يعني كلير، ببقى عارفه كويس قوي ان لو حصلت حاجه من حد مش من العدل ان انا احاسب كل الناس عليها. زي ما لو حد عربي جه هنا عمل حاجه مش كويسه، مش من العدل ان حد يحاسبني على غلطته هو، انا ماليش دعوه لو في حد تاني جه هنا وعمل غلطات او ما التزمش بالقوانين او عمل بلاوي، ودي حاجات انا شفتها وبرضه هعمل عنها فيديو تاني، بس دي حاجه تانية، انا ليه اتاخد بذنب غيري؟ ف فانا كمان ما بعاملش الناس بمعاملتهم ليا بالحاجات الوحشه اللي انا يعني عشتها هنا معاهم. انا مش بشوف الناس وحشه، بس على الاقل بشوف الناس دلوقتي بحذر، وده المطلوب منك، انك لما تيجي تعيش في مكان مختلف عنك، الناس مش ملايكه في اي مكان في العالم، مش ملايكه. ولو في المانيا موضوع شويه يعني محتاج شويه صبر، ومحتاج
نفس طويل عشان تعرف تتقبل ده وما يأثرش عليك وما يضايقكش، وتعدي الموقف وخلاص واليوم عدى ونشوف غيره ونبتسم ونعيش الحياة بشكل أفضل. فيعني دي كانت حاجة حبيت يعني شاركها معاكم من الحاجات اللي حصلت لي هنا منهم، وبس كده. تشاو.